المفروض ان الوداد يخلصوا جوج ديال المغنيين اللي معروفين في الوسط، يعني الراب الا بغينا نقولوا، ولا ما كنعرفش انا شنو. جراندي توتو وقيلا وديزي هادو وداديين بجوج اللي هما جاوا باش يحضروا وكذا، ولحد الساعه باقي كيتسناو انهم يتخلصوا من الوداد 189 مليون اللي باقي ما تعطاش لهذا. دخلت بحالي بالليل نسكروا لي انا براسي بالليل قبل ما الناس، ويطلع لي واحد الفيديو ديال واحد الاستاذ يتصف بصفه صحفي كيهضر وداد وما عرفت شنو، مشاكل ماليه وصداع الراس كذا، ومن بين الناس اللي كيتسالوا الوداد فنان ديزيدروس. يا صاحبي نقول هذا حبس الضحك عشيري، حيت الكذبه فاش كتعاود مره وجوج وعشرة المرات الناس كيتيقوها كتولي حقيقه. وفي الحاله العاديه كنترفع على بحال هاد المسائل، لان خبر ما فهمتيني ما يمكنش يكون اي واحد عنده واحد شويه العقل يعرف انه خبر زائف واشاعه، وما عرفتش منين اصله كاع هذا الخبر، ما عرفت منين جا. مي اخويا حنا عايشين في واحد العصر الا ما خرجش انا قلتها ما غينكرها عليا حتى واحد. فانا سيدي بصفه رسميه وبشكل جدي، انا ما بيني وما بين الوداد الرياضي حتى شي فلوس، ما كنتسالهم ما كيتسالوني باش نطرقوا هذا المسمار بالزربه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الاخ الاستاذ اللي خرجوا قال هاد اللعيبه في الاذاعه، واذاعه اللي سونسي انه يكون عندها ناس بزاف كيسمعوا لها، خصك تحمل مسؤوليتك في هاد المسائل عشيريه. وما بغيناش ندخلوا معاك في شي مسائل قانونيه ونقولوا انت راك كتكذب وكتشهر وكتعرضني انا لمشاكل مع بنادم بالترويج لخبر كاذب. فانت كصحافي خاصك تقصى الحقائق، خاصك تعرف الاخبار واش كاذبه واش زائفه. وحتى الا جاتك شي تنغنيقه غتهز التليفون غتعيط ليا، غتعيط لشي واحد من الكامب ديالي، ماناجر، صاحبي، انت عارف كاينين دراري بزاف اللي تقدر توصل لهم بالزربه اللي غيتصلوا بيا، وغنأكدوا لك ولا غنفيو لك الخبر. ما تخرجش تقولها قدام بنادم وبنادم يتيقها ويبدا يبوستيها في ليباج. اخويا هذه راه من ابجديات المهنه ديالك، تقصي الحقائق. ولا الا كان عينك في شي واحد وباغي تضربه ما ديرنيش انا طريقه برو، خليني افتخار ما بيني وما بين انا مشجع من غير الصفه ديالي كفنان وكندير داك التخريق ديالي. انا راه مشجع ديال فريق الوداد، مشجع عادي بحالي بحال كاع الناس، وبه وجب الاعلام والسلام.